المهلبية بالجيلي من الحاجات اللي انت ممكن تعمليها وتضاعفي بيها الكمية بكمية بسيطة جدا، تعملي كذا طبق. طبعا الطريقة بالتفصيل هتلاقوها موجودة على القناة، ادخلوا شوفوها. وازاي برضو قلت لكم في الفيديو ازاي انكم تضاعفوا الكمية. فاول حاجة عملتها كده، انا جبت عندي 4 كوبايات من الحليب، ضفت عليهم 3 معالق كبار من النشا، معلقة كبيرة من الكاستر، 6 معالق من السكر، وبدأت ان انا قلبت النشا كده مع الحليب لحد ما بدأت النشا تدوب معايا. وبعدين هفضل اقلبها لحد ما القوام يبدأ يتقل معايا واوصل للقوام اللي انا عايزاه. اول ما نوصل للقوام هنبدأ ان احنا وتبدأ تغلي معانا نبدأ نطفي عليها النار ونضيف عليها فانيليا، وهنقلبها كويس جدا. وبعدين نبدا ان احنا نغرفها في الاطباق عندنا. بس واحنا بنغرف الاطباق نغرفها حوالي نص الطبق كده او 3/4 الطبق، عشان نراعي طبقه الجيلي اللي هنضيفها على الوش. وطبعا بقى الجيلي عملته، طبعا طريقته موجوده في الفيديو، وفي نفس الوقت برضو الطريقه موجوده على علبه الباكت. وبدات بقى ان انا ضفت الجيلي عليها كده بعد طبعا ما المهلبيه معايا بردت. وبدات بقى ان انا شفته بقت بالجمال ده. هبدا بقى ان انا اسيبها تبرد وبعدين ندخلها التلاجة، يبدا بقى طبقه الجيلي وطبقه المهلبيه تربط اكتر معانا ويطلع معاكم بالجمال ده. اتمنى انكم تجربوها، وبالف هنا وشفا على